تفتكروا ايه اللي ممكن يوتر على الطريق مع انك فاهمه كل الخطوات وحرفيا انت بيرفكت؟ حد عارف؟ محدش عارف. اقول لكم انا ان مثلا ممكن يكون ميكروباص معدي من جنبك وزنق عليكي وبصلك لان انت ماشيه بالراحه، فبالتالي بتسيبي الدريكسيون والطريق وودانك بتبطل تسمع وما بتعمليش اي حاجه في حياتك غير انك بتبصي له، فبالتالي لو مفيش حد جنبك فاحنا هنلبس. كمان الشوارع الضيقه، دخلت الشوارع الضيقه يا ريت نكونوا مهديين جدا بالعربيه، اصل هو شارع ضيق ومفيش مساحه، فليه ندوس بنزين؟ دوسنا بنزين هتلاقي نفسك بتعمل حاجات كلها غلط في غلط. خشي بالراحه، رجلك على الفرامل وركزي في خطوه الدريكسيون. هتقولي لي بقى ما العربيه بتقف، هقول لك ما انا عايزاها تقف عشان اخلص الخطوه الاول وبعد كده بحطي بنزين لما تبقي في وضع الاستريت. مش عايزه تكويد والنبي. في كمان حاجه مهمه جدا وانت بتنقلي حارات برضو ما ندوس بنزين، ان انت اصلا بتبقي باصه في المرايه ومش باصين الطريق اللي قدامك، فوارد جدا العربيه اللي قدامك تبطأ وتبقى قريبه منك او حد يكسر ويخش قدامك وانت اصلا مش شايفه، انت بس باصه في المرايه. بعد اذنك واحنا بننقل حارات بالفرامل، فرامل انا هغنيها. يا ريت بقى اصحاب البيجنر يركزوا في الخطوات دي تحديدا لو انت على الطريق. انا هبه جابر وده سيشن درايفنج. باي.